أهلا وسهلا بكم أعزائنا الغاليين مع متابعة مسلسل المداح أسطورة العودة. وكلنا بنتابع الأحداث المثيرة اللي بنشوفها في المسلسل. الحلقة التانية طبعا بدأت بأحداث غريبة، وشفنا قبل كده في الأحداث السابقة إن صابر المداح بيشوف أو بيحلم إن هو بيغرق في المية أثناء عودته على متن الطائرة من أسوان. ليفاجئ الجميع بيتفاجئوا، آه، كل ركاب الطائرة انه مبتل بالكامل. لكن ما يعرفوش ايه السبب، خصوصا الطيارة فيهاش كمية المية دي. بيذهب صابر بعد كده للدكتور سميح، ابليس الكبير بقى، بعدما كشف امره لكنه لم يستطيع مقابلته. عبد الرازق بيقول له، اللي هو صبحي خليل، ان مولانا ليس موجود، وان رواده من كل المحافظات بينتظرون لقائه منذ يومين علشان يتعلموا منه. وبيقول له ان صابر، بيقول لصابر انه صاحب مخطط. صابر بيقول له ان هو صاحب مخطط وسحر الجميع وبيحذر الجميع منه. الناحية التانية رحاب او زوجة صابر المداح هبة مجدي بتزور قبر ابيها وبتزداد شكوكها تجاه صابر، لانهم كلهم طبعا بيحاولوا يصوروا ان صابر شخص اختلف امره، بيعمل اعمال، وبتشوف كلب اسود بيدلها على مكان سحر معين مدفون في ارض المقابر. والدكتور سميح بيظهر لرحاب على هيئة والدها في القبر، وبيعرفها او بيقول لها ان صابر هو السبب في قتله، وانها اخطأت حينما تزوجت منه، وبيعرض عليها الاستعانة بسميح لمواجهة صابر. كل الأمور بتدور حول سميح. يواجه الشيخ صابر شقيقه حسن كمان، والدته وزوجته، لأنهم يؤمنون بالشيخ سميح. طبعا الشيخ سميح بيظهر لهم على مظهر الإنسان التقي العالم، وبيطلب منهم عدم حضور أي مجلس له أو التخاطب معه لأنه شيطان ويجب أن يبتعد عنه الجميع. وبيقول لهم سميح دجال لعب بكل الناس وأغواهم وفتنهم. الأمور بتزداد طبعا بعد كده بطريقة مختلفة جدا، وبيواجه صابر السميح وبيقول له أنا كشفت حقيقتك وربنا نصرني، الناس هتعرف حقيقتك على إيدي. ويرد عليه سميح إنه هو من كشف نفسه، يعني هو كشف نفسه. كفاية غرور يا صابر، أنت كشفت نفسك، أنت فتحت البوابات لأعواننا، وما هو قادم لن تستطيع تحمله، والحرب ابتدت ومفيش حد هيعرف ينهي هذه الحرب. نهاية الحلقة الحقيقة كانت مفاجأة كبيرة، وكانت مواجهة بين درغام الشيخ اللي هو بيحاول يكشف لصابر حقيقة الناس دول والشياطين والأبلسة وعالم الجن اللي بيحارب صابر، وبيحاول يظهره على حقيقة غير حقيقته، بيحاول إن هو يبعد الناس عنه. وكانت النهاية موت هذا الرجل على يد مساعد الشيخ سميح اللي هو دياب. وفي النهاية بيتهموا طبعا دياب، انت يا صابر اللي قتلت درغام، والناس كلها هتشهد بكده. هل صابر هينجو؟ ده اللي هنشوفه في الحلقات الجاية هيحصل ايه بالظبط.